هو أنا ممكن أستقبل الكتاكيت على مية بسكر أو عسل أسود؟ كتير قوي من المربيين بشوفهم بيستقبلوا الكتاكيت اللي بيجيبوها على محلول سكر أو عسل أسود. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ كل الدراسات الحديثة والتجارب العملية بتقول إن الفايدة من محلول السكر أو العسل الأسود بتبقى محدودة جدا. مش بس بتبقى ملهاش فايدة، لأ دي كمان ممكن تضر أداء القطيع. طيب أنا ليه ما ينفعش أستقبل على مية بسكر أو عسل أسود؟ ببساطة شديدة، الكتكوت أول ما بيفقس جهازه الهضمي بيكون لسه ضعيف، والسكر ده بيكون مركب ثنائي. أمعاء الكتكوت ساعتها ما تقدرش تمتصه أو حتى تهضمه في الاستقبال. وكمان الإنزيمات المسؤولة عن الهضم زي الأميليز اللي بيفكك النشويات، أو التريبسين والكيموتريبسين اللي بيفككوا البروتينات، أو اللايبيز اللي بيفكك الدهون، مستواهم بيكون منخفض جدا في أول ساعات بعد الفأس. مش بس كده، لأ كمان إنزيمات تمثيل السكر زي الهكسوكاينيز أو الجلوكانيز بتكون مش نشطة بالكامل، فما تقدرش تهضم السكر بكفاءة. لازم كمان تكون مدرك تماما إنك لو استقبلت على محلول سكر فأنت ممكن كده تكون بتعمل حالة من الهايبرجلايسيميا، يعني مستوى السكر في الدم يزيد فجأة، وده لأن الكتاكيت في الأيام الأولى ما بتبقاش قادرة إن هي تنظم مستوى السكر في الدم كويس. كمان محلول السكر ممكن يقلل من إفراز الهرمونات الهضمة زي الجاسترين، وده اللي بيحفز نمو الجهاز الهضمي. كمان محلول السكر ممكن يسبب خلل في الأملاح بسبب الضغط الإسموزي للمحلول السكري. لما رديت بالكلام ده على مربي من المربيين قال لي بس يا باشمهندسة السكر رخيص. طيب صحيح ان السكر رخيص، لكن التغذية بالبروبيوتيك من الاول بتخرج عائد اقتصادي اعلى، لان طبعا هي بتعمل زيادة في معدلات النمو وبتحسن في معامل التحويل وبتقلل النافق وكمان بتقلل ايام التربية. وانا بقى في الحالة دي مش محتاجة اعدلك مخاطر الاستقبال على مية بسكر. ده ممكن يعمل خلل في التمثيل الغذائي، وممكن يسبب فقدان شهية، ممكن يسبب حالة من الإجهاد التأكسدي أو الأكسيداتيف ستريس. كمان بيعمل خلل في هرمونات زي الأنسولين وجلوكاجون، وطبعا بيأخر نمو الجهاز الهضمي، وده لأن السكر مش بيدي المحفزات الغذائية اللي بتنمي الخملات المعوية اللي هي الفيلاي. كمان بيزود فرص العدوى، لأن السكر الزيادة ممكن يزود من نمو البكتيريا الضارة. طيب تعالوا بقى نشوف التجربة العملية اللي على أرض الواقع، لأن في دراسة معمولة على 5000 كتكوت اتقسموا لمجموعتين. المجموعة الأولى استقبلناها على مية بسكر جلوكوز 5% لمدة 12 ساعة، وبعد كده نزلنا لها العلف. أما المجموعة التانية فاستقبلناها على علف عادي ومية متدوب فيها بروبيوتيك. النتيجة كانت إيه؟ النتيجة إن الوزن النهائي زاد في المجموعة التانية في آخر الدورة، وعامل التحويل الغذائي بقى أحسن، والنفوق كمان بقى أقل. يعني الخلاصة إيه؟ الخلاصة إنك الأفضل إنك تمنع السكر في أول يوم أو في أول أسبوع بشكل عام، وتبدأ بعلف كويس، مية نظيفة، تستقبل على بروبيوتيك، وده هيوصلك للنتيجة اللي انت محتاجها بالظبط. أما لو لسه عندك أي استفسار فتقدر تبعتلي على الواتساب أو تكلمني على الأرقام الموجودة على الشاشة، وده طبعا كمان علشان لو عايز تتابع دورتك من أول يوم لحد آخر يوم.